ما تشتريش عفش قديم قبل ما تسمع القصة دي. في عيلة بسيطة حياتها كلها اتغيرت بسبب سرير نحاس قديم. سرير شكله عادي، بس جواه كان مدفون سر دموي يرجع الماضي بكل لعناته. اسمع القصة للآخر. في يوم من الأيام محمود كان راجل على قد حاله. قرر يفرش شقته هو ومراته منى وولادهم. سارة عندها 18 سنة وآدم كان عنده 10 سنين. الفلوس معاهم كانت قليلة، ففكروا إنهم يشتروا عفش قديم مستعمل من سوق الجمعة. وهما بيتمشوا وسط الزحمة عينيهم وقعت على سرير نحاس قديم، مع الرغم إن شكله أنتيكة قوي. الراجل البياع قال لهم ده سرير نادر، كان بتاع باشا زمان. العيلة انبهرت والسعر كان مناسب، فاشتروه وكانوا فرحانين بيه ونقلوه للبيت وحطوه في أوضة النوم. أول يومين مفيش حاجة غريبة، بس من الليلة التالتة بدأت الكوابيس. منى وهي نايمة حلمت بعجوزة مخيفة قاعدة على السرير، عينها بيضة وشعرها منكوش وعندها ابتسامة باردة مرعبة. قامت مفزوعة وقالت يمكن مجرد حلم. لكن الليلة اللي بعدها محمود نفسه حلم إنه مربوط بسلاسل جوه السرير ومش قادر يتحرك، وكأن الحديد بيطبق عليه كأنه تابوت. وسارة بدأت تسمع همسات بالليل: قوموا، سيبوا المكان. وآدم الصغير صحى يصرخ، بيقول إنه شاف طفل صغير ميت نايم جنب السرير. في الأول حاولوا يقنعوا نفسهم إنها أوهام، لكن الليالي كانت بتعدي والرعب بيزيد. بقوا يسمعوا خبط جاي من جوه السرير. منى وهي قاعدة في الصالة سمعت أصوات حركة في الأوضة. دخلت بسرعة، لقيت السرير بيتهز لوحده. محمود بدأ يحس بالخوف، لكن كبرياءه خلاه يقول دي أعصاب، إحنا أكيد متوهمين، وأكيد دي مش حقيقة. بس بالليل هو نفسه سمع أنين وصوت حد بيتوجع جوه السرير. الرعب سيطر على كل البيت. سارة بقت مرعوبة. كل يوم بتصحى تلاقي ايديها مليانة خدوش كأن حد مسكها. آدم لقى لعبة صغيرة تحت السرير، لعبة قديمة مش بتاعتهم، شكلها مكسور وملطخ بحاجة شبه الدم. منى ما بقاش عندها شك إن السرير ده أكيد ملعون أو في حاجة ولازم نتخلص منه بسرعة. لكن محمود رفض: احنا دفعنا فيه كتير ومفيش حاجة اسمها لعنات. الخوف سيطر على كل البيت. ابتدى يحصل خناقات، دموع، صرخات بالليل. سارة بقت بتسمع نفس صوت والدها بالظبط، وكمان صوت نفس حد بيقرب من ودنها وهي نايمة. آدم قال إن هو شاف وش العجوزة واقفة عند باب الأوضة. وفي يوم قرر محمود يبيع السرير، بس وهو بيحاول يزقه اكتشف إنه تقيل جدا كأنه مربوط في الأرض. جاب صاحبه عم جابر. عم جابر ده كان نجار. جابر أول ما شاف السرير وشه اتغير وقال السرير ده معمول فيه عمل، ده مش طبيعي. قرروا يفكوه، ولما فتحوا القاعدة الحديد لقوا فيه فتحة مخفية جواه.
جواها صندوق معدن قديم وكان مقفول بقفل. فتحوه بالعافية وفجأة خرجت ريحة وكمان خرج دم. جوه الصندوق كان فيه عظام صغيرة لطفل وتعويذات مكتوبة بالدم وخرز اسود غريب. البيت كله اتقلب، الحيطة بدأت تطلع أصوات وصرخات أطفال بتملى الأوضة كلها. منى وقعت على الأرض وهي بتعيط. سارة مسكت راسها وصرخت هو هنا، والأنوار بدأت تطفي وتنور لوحدها. حاولوا يرموا الصندوق بعيد، لكن كل مرة يختفي ويلاقوه تاني. يوم رجع جوه الأوضة، الرعب خنقهم. آدم بطل يتكلم، عينه فضلت تتابع السرير كأنه شايف حاجة مش باينة. منى قررت تولع فيه، جابت بنزين وولعت النار، لكن النار مسكت في البيت كله إلا السرير. السرير فضل واقف مكانه لامع كأنه بيتحدى. وفجأة ظهر خيال العجوزة، صرخت بصوت عالي. السرير هز الأرض وفجأة اختفى. سكت كل شيء، العيلة واقفين منهارين مش فاهمين اللي حصل. عدت السنين والسرير محدش شافه تاني، لحد ما في بيت تاني في مدينة تانية عيلة اشترت سرير نحاس قديم من سوق العفش. ومن الليلة الأولى بدأت الحكاية من جديد.